أن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة خلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 7 تبقى، وفي 5 قد تبقى. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أزلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله عليكم صيام يومه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب إلى الله فيه بأداء خصلة كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه. من أفطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزخة لبن، وهو شهر أوله رحمة
ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف على مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما خصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى سائما على ظمأ سقاه الله شربة لا يزمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ألا فتوبى لعبد وفق لمتابعة سنة خير العباد، فإن ذلكم التقوى، والتقوى خير زاد. وقد قال تعالى وهي آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء إليه وسيلة، وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وزنا بالملائكة قدسه وذلذ بالمؤمنين من جنه وإنسه، وقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجدوا ذلك عند الله وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين والصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدة العلم إليه بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت في العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. تحقر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.